السلام عليكم اخواني هذا صنعنا غطاس يعمل بالطاقة الشمسية، يعمل بألف واط او 1250 واط، يعني 4 ألواح من هاي القديمة اللي عندي اللي ناشرها قبل. يعني لوحة 250 واط يشتغل على 4 لوحات او 5 لوحات، يعني تكون 1000 واط او 1250 واط. هذا 1 إنج. هذا تصنيع عراقي، هاي صناعة عراقية، انا مصنعه بايدي. يعني حاولت اقلل الكلفة، يعني تدرون الالواح الشمسية والغطاس يعني فد شيء مكلف، يعني فريد شيء مكلف. وهذا يعمل 50 متر او 100 متر عمق بالبير، يشتغل ويدفع إنج على مدار النهار ما دام اكو شمس موجودة. وهذا الملفات مغلفة بهاي مادة البي سي في، يعني بلاستيك وتفلون، يعني تعمل باي مكان، مي مالح، مي مهما تكون ملوحة المي، يعني ما تتأثر ابدا، ما تتأثر ابدا يعني بالاملاح. وهذا البم سل ستيل 316 سل ستيل، هم ما يتأثر لا ملوحة تأثر عليه ولا شيء. يعني هذا البم يعني مو أنا مصنع البم، بس لو اكو إمكانية واكو معدات واكو دعم اقدر اصنع من هذا البم، لان احنا نصنع بمات الغطاسات قبل 20 سنة. جماعة يصنعونها ببغداد ويصنعونها بسامرة، بأي مكان، يعني نصنعها مو جديدة علينا، بس معدات ماكو، دعم ماكو. لو اكو معدات واكو دعم، يعني اكو عندي مشروع جاي اصنع 2 إنج 3 إنج، يعني غير الدول يسمونها 1 بوصة 2 بوصة، هسه هذا 1 بوصة، ونقدر نصنع 2 بوصة، ونقدر نصنع 2 بوصة 3 بوصة العفو، يعني 3 إنج. ونقدر اي مكان صحراوي، اي مكان ما بيه كهرباء، نقدر نزرع بيه ونسويه اخضر. وكلفته يعني جاي احاول ما اصعد الكلفة مالته. هسه هذا نقدر نبيعه بالسوق يعني ب1000 دولار، وياه فد 5 ألواح طاقة شمسية، وياها هذا الغطاس، ما عدا الصوندة والكابل النازل يبقى هذا على المشتري، على الفلاح. واني احب يعني اوصل واساعد الناس كلها، يعني احب اي مزارع او اي مربي دواجن او اي مربي حيوانات او اي مربي اسماك او اي واحد يحتاج هاي التقنية الشمسية او غير تقنية، يعني التقنية المتجددة، الطاقة المتجددة بكل، من ناحية الطاقة الهوائية، طاقة الرياح، يعني اي طاقة متجددة يعني بالنسبة له. فاحب اي واحد يقدر يشتريها، اي انسان يقدر تخدمه ويستفاد من عندها. يعني ايش قد احاول اقدر اخدم الناس واخدم البشرية، يعني حتى الناس كلها تستفاد، يعني ما عندي فرق بين اي انسان. المهم اختراعي يستفاد منه اي انسان ويقدر يشتري اي انسان، يعني من ناحية توليد الكهرباء او الغطاسات هاي على الطاقة الشمسية. فهذا ان شاء الله هسه راح ننزله بالبير، عندنا بير تقريبا فوق ال50 متر، راح ننزله بالبير ونصور لكم العمل ماله والشغل ماله وتشوفونه. وان شاء الله عندنا مشروع، يعني اذا حصلنا دعم ونحصل معدات نقدر يعني نجهز كل شيء، يعني نقدر نسوي 3 إنج وحتى 4 إنج يعني. بس هسه هذا 1 إنج تجريبي، وراح نشغل ان شاء الله ونشوف. وهاي صناعة عراقية. هذا الغطاس، شوفوا هذا الغطاس، وفي هذا 2، هذا الموجب وهذا السالب. وهذا يتحسس اذا طقت الشبنه بيه وصار تسريب مي جوا بالغطاس، راح بعد ما يشتغل الغطاس الا تفتح تطلع المي اللي بداخله، الرطوبه اللي بداخله، وتصلح الشبنه وترجع الشغله. وهذا الغطاس، هذا صناعه عراقيه. هاي صناعه عراقيه هاي.